مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه حلقة جديدة من ملفات التحقيق. تحت بريق الطمع وسراب الاحتيال تدور أحداث هذه الحلقة. إذا حضرت الفلوس عميت النفوس، وإذا لاح الريال والدولار طاش العقل وحار. ونقول هنا الدولار لأن قضيتنا في هذه الحلقة تتعلق بالدولار الأسود، جريمة دولية تخطت الحدود ودخلت إلى عدة بلدان ومنها بلادنا. فما قصة الدولار الأسود؟ وكيف استطاعت هذه العصابات الدولية خداع السذج من الناس وإيهامهم بالثراء السريع؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. على طريق الطمع والاحتيال بدأت قصة هذين الأخوين حينما التقيا بمحتالين محترفين أوهماهما بأنه ليس بينهما وبين الثراء والغنى سوى خطوة واحدة. وأمام بريق الدولارات وطمعا في الثراء السريع وقع الأخوان في الفخ. الآن هذه هي $100. يجب أن تأخذوها وتتصلوا بالبنك وتتأكد من صحتها. عليك، حنا واثقين إن شاء الله، بإذن الله واثقين. قلت يجب أن تتأكدوا كي تطمئنوا. لا تنشغلوا لا تنشغلوا، احنا بنروح للبنك. المهم انتم استريحوا هنا لين نجي من البنك. البيت بيتكم، خذوا راحتكم واحنا ماشيين. حسنا، تفضل. قالوا لنا خذوا راحتكم. حياك. السلام عليكم. سلام. لو سمحت نبي نتأكد هذه هي زينة ولا مزورة ولا؟ طيب تفضل خلينا نشوف. لا معلش تحت بس. من هنا؟ اي ضروري. خذ. ليش خايف من شيء يا عمي؟ لا شو اللي يخوفني اصلا، انا بس قلت بتأكد بس. لا سليمة ان شاء الله، ما فيها اي مشكلة. سليمة 100%؟ ان شاء الله. اي خدمة ثانية؟ ها؟ لا سلامتك. شكرا لك، كلنا في خدمتك يعني. ملايين. حياك الله. اخي خذ راحتك انت وياه، خذ راحتك. العفو. الفلوس وسليمة 100%. اعطونا الخطوة الثانية وش؟ الخطوة الثانية، نحن لدينا $1,400,000 أسود، وحتى يتم تغييرها نحتاج إلى بعض المواد كالمادة الصفراء والبودرة أيضا، وكل هذا يكلفنا 3,000 ريال فقط، وسيكون نصيبكم $400,000 فقط. طيب لا أعطيناك الفلوس، وش اللي يضمن لنا انك تعطينا الدولارات؟ سنبقي المبلغ كله هنا ونبيضه أيضا هنا إن لم يكن لديك مانع. لا أبد، ما عندنا مانع ولا شيء، والله محييكم بصراحة. بعد كلامك ذا أنا وخويي ما لنا ولا كلمة. صحيح. صدقني أنا ما قصدي إني أشك فيكم، بس الواحد لازم يكون عنده اطلاع ببعض الأمور. إيه واضح. لا ألومكم، لا بأس، فأولاد الحرام لم يبقوا لأولاد الحلال شيئا.
حسنا، هذه 3000 خذ. طيب قل لي يا صديقي العزيز، متى سوف يكون موعدنا؟ في مساء الغد إن شاء الله. ممتاز، ونحن في انتظاركم. وهل تريدون أن نعمل في هذا المكان أو نغير مكانا آخر؟ لا 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 لا، هذا المكان أطلق مكان عندنا، هذا هو المكان المناسب. صح؟ صحيح. إيه. هكذا اتفقنا يا صديقي. السلام عليكم. في مساء اليوم التالي انتظر الأخوان طويلا ليدركا في آخر الأمر أن المحتالين ذهبا إلى غير رجعة، وتركا لهما رزما من الأوراق السوداء لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا ورق عادي، هذا لا دولارات ولا شيء، هذا انضحك علينا. وشو؟ انضحك علينا؟ يلا حيو، أسفرت وانورت، زارتنا البركة. أهلا بك. أجل تقول لي يا عثمان إن لك علاقة بواحد من ملوك الجن وإنه كان يساعدك، شلون كان يساعدك؟ تكفى، أبيك تعطيني القصة بالتفاصيل، تراني أموت على هالأشياء ذي. أنا كنت أعمل في السلك الدبلوماسي في حكومة بلدي. ما شاء الله. وهذه بطاقتي. إي اسلم. فكان الملك يساعدني في القبض على المحتالين والنصابين، وكان يعطيني كل ما أطلبه منه وينفذ أوامري، حتى جاء اليوم الذي غضب مني. أوف، شلون زعل منك؟ دلني صديقي الجني على الكنوز المدفونة منذ القدم في بلادي، وكان يريدني أن أحتفظ بها لنفسي، ولكن من واجب الوطنية سلمتها للسلطات الأمنية في بلادي. كفو والله أنك شقردي. إيه كمل. ولكن صديقي الجني اعتبر هذا خيانة للعلاقة الوطيدة التي بيننا. وش سويت؟ أردت الاعتذار منه، ولكنه عاقبني. أفا، شلون عاقبك؟ قال لي سيستمر في خدمتي، ولكن كل ما يخدمني فيه سيستفيد منه غيري، وأنا لن أستفيد من ذلك. السموحة، تراني ما فهمت. أنا أفهمك. على سبيل المثال، لو أعطاني سبيكة من الذهب. سبيكة؟ نعم، سبيكة، لن أستفيد منها أنا، أخذها وأعطيها غيري كي يستفيد منها. طيب، جتني فكرة. أخذ السبيكة منك، بعد فترة أرجعها لك. إذا عادت لي السبيكة ستتبخر، وإن بقت معك أو مع غيرك فلن تتأثر بأي شيء. والله غريبة، إيش هالعقوبة هذه؟ طيب أنت إيش تسوي؟ كما أخبرتك أني أريد بعض المال لإكمال صفقة تجارة الأقمشة في بلادكم، وأحتاج قليل من المال لأنقلها إلى بلادي. والمبلغ اللي أنت محتاجه كم؟ 25,000 ريال تقريبا. والله إنه مبلغ كبير، لكن بحاول أدبر حالي. عموما عندي طلب. ماذا تريد؟ أبيك تحضر الجن قدامي. هذا أمر بسيط، لكن وفر لي مبخرة وغطاء يغطيني كاملا. وفي صفحة أخرى من صفحات الاحتيال كان للجن وغرائبهم حضور في هذه القصة، بدءا بالعلاقة بأحد ملوك الجن وانتهاء بالكنز المدفون. بدأ المسكين يبتلع الطعم شيئا فشيئا،
فقام بإحضار ما طلبه منه المحتال وعينه على الكنوز والأموال. ها هي. اي والله 100 دولار. نعم، ولكن أنا لن أستفيد منها، أنت تستفيد. اذهب إلى البنك وتأكد منها. شرادو. لا باين أصلية، ليش نروح البنك؟ ليطمئن قلبك، ليطمئن قلبك. وفي صباح اليوم التالي انطلق صاحبنا والمحتال متوجهين إلى البنك. تنزل معي؟ لا، انزل وحدك وتأكد منها وسأنتظرك في السيارة. على راحتك. ولا تنسى إذا تأكدت منها لابد أن تأتي ب25,000 ريال. ابشر ولا يهمك، على هالخشم. مع كل أسف وبكل سذاجة انطلت الحيلة على الرجل وأعماه الطمع عن التمييز، فوقع في حبائل هذا المحتال. هل تأكدت أن الفلوس مضمونة؟ لا بشرك مضمونة وصرفوها لي بعد. أنا كنت متأكدا من صديقي. الحمد لله. عموما هذا الظرف اللي فيه 25,000 ريال اللي طلبته. جميل. وهل تكفيك 100,000 دولار؟ خلها 250. فلتكن 300,000 دولار. الله يطول عمرك. شرب صاحبنا المقلب وأوصل المحتال إلى محل سكنه، وإمعانا في النصب والاحتيال أبى المحتال إلا أن يسترجع إحدى الورقتين ذات 100 دولار بدعوى أنها سوف تبقى ذكرى من صديقه الحميم. شكرا أخي، أشكرك على هذا التوصيل، ولكن أريد منك خدمة. تامر أمر. 100 دولار التي أعطيتك أمام البنك ليس لشيء، ولكن للذكرى أريدها. تامر أمر، ايش دعوة؟ بدل 100 200. تفضل. أشكرك. 100 جايه إن شاء الله. أشكرك. الله يحييك يا بي. أشكرك. يا هلا. سليمة، هل تثبت منها؟ نعم تثبت. وش المطلوب الآن؟ قلت لك لابد من استخدام الثلاجة. هذه الثلاجة استخدمها على حسابك. جميل. سندع الدولارات لمدة 3 ساعات حتى تتجمد ونخرجها، ثم بعد ذلك نستخدمها. ولكن أين 20,000 ريال؟ هذه 20,000 ريال. جميل. أيها أدخمها جيدا، فيدي متسخة. خلال فترة مضت وردت عدة بلاغات إلى الشرطة تفيد بوجود عصابات تمتهن ترويج الدولارات السوداء المعدة للتزييف، وهي عبارة عن دولارات ذات لون أسود طليت بمادة شمعية سوداء لا يزيل هذه المادة إلا محلول كيميائي معين. فتقوم هذه العصابة باستدراج الضحية بأن يدفع 1000 الدولارات لشراء المحلول مقابل نسبة مغرية من المبلغ. طبعا احنا تردنا مثل هذه، ويعتقد من الكثير أنه فعلا أن هذه أوراق صحيحة، ولكن لم يستطيعوا إخراج معالمها، وهي في الحقيقة ليست بأوراق عملة. رغم تنفيذ عدد من الحملات والمداهمات، إلا أن الرأس المدبر لهذه العصابات لم يسقط بعد. فأين هو يا ترى؟
يا مرحبا يا مرحبا، ويلكم ويلكم. أنا أتحدث العربية شوية. هذا شيء جميل، بما أخدمك؟ ماذا تسمون هذا القماش؟ هذا نسميه كلفة. كلفة. عندنا في أفريقيا يسمونه السالو. أوه، أنت من أفريقيا؟ نعم. وما سبب قدومك إلى هنا؟ أنا دكتور شالو. وأنا أبو عبد الله، تشرفنا. تشرفنا أبو عبد الله. وإلا ما قلت لي أنت دكتور في إيش؟ دكتور في علم الاجتماع النفسي. يعني تعالج المجانين؟ أعالج المجانين وغير المجانين، ولكن هناك أناس لا يبدو عليهم الجنان وهم أجن من المجانين. يعني مثل أم عبد الله اللي عندي، عندها جنان. تبي الصدق يا دكتور شالو؟ والله إن قلبي انفتح لك. وش أقدر أخدمك فيه؟ أشكرك أشكرك. وهكذا أخذت رحلة النصب والاحتيال هذا الدكتور المزيف إلى منزل أبي عبد الله، هذا الرجل البسيط. تفضل يا دكتور. يا هلا ومسهلا، تفضل. هلا يبا. هلا والله هلا. هذا ولدي عبد الله يدرس قانون. اهلا وسهلا. اهلين. هذا الدكتور شالو علم اجتماع. اهلا وسهلا. علم نفس اجتماعي. علمي نفسي واجتماعي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلت الدكتور؟ ايه وصلته. كله عندك شيء؟ اي والله يا بي عندي. وشو؟ بخصوص دكتور سالو. وش فيه الدكتور سالو؟ يبا سمعتك تتكلم معه في مخصوص مشروع سري. هي موضوع سري، لكن عاد أبى أقول لك الدكتور سالو يبيني أصير شريك معه في مشروع بنسبة 20% مقابل إني أدفع 3000 دولار، وبيصير نصيبي فيها 500,000 دولار. يا يبا صدقني إن الدكتور سالو ذا مو بصاحي، هذا شخص مجنون. وشلون مجنون وهو يعالج المجانين؟ أجل يبا بالعقل، في شخص يملك الحين 2.5 مليون دولار ويدخل معاه شريك ب500,000 دولار مقابل 3000 دولار. وش بيستفيد؟ علمني يبا بالعقل. المحلول بيشتريه علشان ينظف بهالدولارات. كيف؟ أنا أقول لك كيف. ياخذ المحلول وينظف بهالدولارات وتصير حقيقية. طيب هو أنت صدقت ذا الكلام يا يبا؟ اي طبعا صدقت. أنا شفت هالشيء بعيني هذه، شفته ياخذ المحلول وينظف بهالدولارات وصارت حقيقية. طيب يبا بعد إذنك لا تسمح لي أبى أتدخل في الموضوع. تدخل؟ بس أنت بتفسد علينا الصفقة. لا إن شاء الله ماني بخرب عليكم. دكتور سالو أستاذنك أبي. بصراحة أخ عبد الله أنا كان لدي مشاكل سياسية في بلادي فهربت، فلم أستطع أن أخرج بأي شيء من بلادي إلا بهذه الشنطة. أرسلتها لي بنك أمريكي ولم أستطع الاستفادة منها إلا بإزالة الطبقة السوداء. صراحة يا دكتور العرض هذا مرة مغري، واللي يفوت هذا العرض أنا في وجهة نظري إنه أكبر مغفل. 3000 دولار مقابل 500,000 دولار شيء عظيم، لكن والله يا دكتور مبلغ هذا مو متوفر لدي الآن. أنا لست مستعجلا أخ عبد الله، لكن أخشى ما أخشى
أن يأتي أحد غيرك فيأخذ هذا الموضوع، فأرجو أن لا تتأخر. لا 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 إن شاء الله مو بجاي أحد، أنا اللي أبغاه منك بس تمهني كم يوم، وبإذن الله بكل مبلغ عندك. إن شاء الله بإذن الله يا دكتور، بإذن الله. إصابة تحايل وأفريقية. يا زلمة اللي طحت أيوة، الله يستر الله يستر. ألو الشرطة؟ لو سمحت أبغى أبلغ على موضوع. وبعد ورود هذه البلاغات أحيل الموضوع إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي، حيث أشارت المعلومات الأولية إلى وجود عصابة من الأفارقة تقوم بهذه الأعمال، فتم عمل كافة الإجراءات والتحريات للقبض على هذه العصابة بالجرم مشهود. حلو. خلاص أخوي عبد الله، مثل ما اتفقنا، هالحين تكلم الدكتور وتقول له إني لقيت لك شريك جاهز بالفلوس وموجود كل حاجة عنده، في نفس الوقت تشدد على طلبك لنصيبك من الصفقة اللي ما بين الطرفين، علشان الرجل ما يشك في شيء ويظله مرتاح. ولا يهمك حضرة الضابط، من الناحية هذه فلا تنقل هم، الرجال يثق فيني ثقة كبيرة جدا. حلو. كلامك حلو عبد الله، لكن أنا مهما كان أقول لك وأعيد كلامي إن الرجل هذا خطير ومحترف جدا، يعني ممكن يشك في أي تصرف غير طبيعي. طيب يا حضرة الضابط، أنت تشوف إني أتصل فيها الآن؟ ليش لا أخوي عبد الله؟ إذا جاهز اتصل فيها الحين. بإذن الله. أهلين يا دكتور، كيف حالك؟ الله يسلمك. أنا جلست أفكر في الموضوع اللي كلمتك فيه أمس، كيف أدبر لك فلوسك وزي كذا. إيه وجدت الحل الحمد لله. الحل طول الله عمرك واحد من أصدقاء الوالد. إيه نعم عنده المبلغ هذا ونقدر ندبره إن شاء الله. أيوة بس شرط الوحيد طالب مقابلتك. إيه لازم الرجال من حقه يطمئن. نعم اليوم إن شاء الله يكون في البيت عندي. العفو العفو يا دكتور، العفو بإذن الله تعالى. شكرا يا دكتور، شكرا. تسلم يا عبد الله، أنت محاور جدا رهيب. توكلنا على الله، اليوم إن شاء الله نلتقي في البيت عندك إن شاء الله. الآن يمكنكم التأكد منها في البنك. إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله. خلاص يا عبد الله اتفقنا بإذن الله. أبيك تروح لها الحين وتقول له أن تأكدنا من صحة الدولارات، فهمت؟ بإذن الله. وتتفق معه بعد على موعد الاستلام والتسليم، نسلمه 60,000 ريال ويسلمنا الدولارات، اتفقنا؟ اتفقنا ولا تنقل هم أبدا. بس اسمع عبد الله، أنا بحرصك وأنت ما تحتاج الحرص، الموضوع حساس وخطير جدا، انتبه. الله يعين، وكل الله إن شاء الله. توكلنا على الله بإذن الله. تفضل استريح. استريح. سم يا دكتور. ما هذا؟ لماذا لم يحتفظ بها؟ تفضل، الرجال مثل هذا ما شاء الله عنده خير، مو محتاج مثل كذا، لو أخذ مثل كذا تنزل من قيمته. لا بأس. أكد على صديقك أن المبلغ 60,000 ريال إن شاء الله، وأن تكون من فئة 500 ريال. 500 نعم إن شاء الله، حتى يسهل شفط الحبر منها بإذن الله. بس يا دكتور صديقي يبغى المرة هذه يكون اللقاء بعد إذنك يعني في بيته. من باب الاحتياط يكون اللقاء في استراحة، وأنا سأخبركم بالمكان والزمان. إن شاء الله أنا ببلغ بالتعليمات وإن شاء الله ما يصير إلا خير. وأنت مكافأتك عندي. حبيبي يا دكتور، والله يا شيخ طفرت من كثر بطايق الشحن.
وصلت الإخبارية. علم. ألو عبد الله. سام طال عمرك. الدكتور واضح عليه القلق من الإخباريات اللي وصلتنا، أرجوك تطمنه على قد ما تقدر، سمعتني؟ وإحنا نراقبك من الاستراحة اللي جنبك. لا ما عليك إن شاء الله، أنا بروح يمه وطمنه إن شاء الله. بروح للحين وطمنه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله ما تأخرت يا دكتور. لا جيت قبل الموعد ب5 دقائق. 5 دقائق؟ أول مرة ذا الساعة معفنة تفيدني شيء. تفضل 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 تفضل. الشنطة. يلا تفضل. طول بالك يا دكتور، جايين بالطريق إن شاء الله. جاي؟ لقد تأخروا كثيرا. طيب عن طريق. ألو هلا والله، وينك؟ يلا حياك، تفضل تفضل تفضل. يلا هذا هو جاي دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام. اطمئن 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 يا دكتور، هذا واحد زميل لي، لا تخاف. بعدين تتذكر المرة اللي فاتت ان جبت معك مرافق، فانا اضطريت اجيب معي مرافق. الفلوس معك بالتمام والكمال. الدولارات السوداء جاهزة؟ هذا كل اللي عندك يا دكتور؟ وهذه فلوسك، تفضل. عطني شنطة الدولارات. تفضل. أي خدمة يا دكتور؟ أشكرك، وبيننا تعاملات أخرى. اقبض عليهم. طلعوا برا. وبناء على تلك المعلومات تم مداهمة أوكار هذه العصابة والقبض على من فيها والعثور على الآلات والأجهزة ومحاليل التي تستخدم في تنفيذ هذه الجرائم. كما أثبت تقارير المختبرات الجنائية أن المادة السائلة عبارة عن مركب كيميائي يزيل مادة الشمع السوداء. هكذا مشاهدينا الكرام بفضل الله عز وجل ثم بتعاون رجال الأمن مع جهود المواطن الصالح رجل الأمن الأول تم القبض على هذه العصابة التي استغلت طيبة بعض الناس أو طمعهم في الثراء العاجل. عصابة دولية وأساليب جديدة إجرامية لم تكن لتخفى على كفاءة ويقظة أجهزة الأمن، وهي تواكب كل أسلوب إجرامي جديد. وتبقى المسؤولية علينا جميعا في الحذر مما يقع تحت الطاولة أو خلف الكواليس والإبلاغ عن كل ما يعكر صفو الأمن في بلادنا. في الختام تقبلوا مني أرق تحية، ولنا في الحلقة القادمة قضية. في بنات صاروا بنات نعمة، صار عندهم عقارات ومصانع وعمال. والله لو اني مكانك اني لاقوم بالاعمال كلها اللي هي تبي. والله فكرة. انا قررت اني اخليك مدير عام الشركة. الشغل خذ عقلي وسلمى خذت قلبي. انا اللي